وقبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك علشان استمر في تنزيل كل الافلام الرومانسية والمثيرة وافلام نص الليل. فيلمنا بيبدأ باتنين اخوات، واحدة اسمها ايزابيل اللي بيكون عمرها 17 سنة واخوها اسمه فيكتور، وبيكونوا هما الاتنين بيستمتعوا بوقتهم في الاجازة بشمال فرنسا، وبعدها بيروحوا بيتغدوا مع عيلتهم واصدقائهم. وبيدخل فيكتور بالغلط لغرفة اخته ايزابيل وبيشوفها وهي بتعمل الكوكو بتاعها في المخدة، واكيد انتوا بقى عارفين. وهما الاتنين على الشط بيقترب منهم شاب وبيكون ألماني وسيم اسمه فيليكس، وفيليكس بيطلب من إيزابيل إنها تطلع معاه برا يتفسحوا شوية، فبتوافق والاتنين بيطلعوا بالليل زي ما اتفقوا، بياكلوا آيس كريم وبيتكلموا على شاطئ البحر. وبعدها هما الاتنين بيعملوا العسل بالقشطة على السريع، وإيزابيل ساعتها بتخسر عذريتها. ولما بترجع إيزابيل للبيت بتحكي لأخوها فيكتور على اللي حصل، وإن تجربتها الأولى مع فيليكس ما كانتش مريحة، وبتدنها بقى متضايقة طول اليوم بسبب اللي حصل لها. وبعدها بتقرر إيزابيل إن هي تشتغل فتاة ليل علشان تعوض التجربة الأولى اللي جربتها مع فيليكس حبيبها ومش حاسة بمتعة فيها. وبتروح إيزابيل عند الزبون واللي بيكون راجل عجوز وعنده 63 سنة واسمه جورج، وبيعملوا هما الاتنين العسل بالقشطة. وبعد ما بيخلصوا بتلبس ملابسها وبتاخد الفلوس، وقبل ما بتمشي بيطلب منها جورج انها ترجع عنده في وقت تاني. وبتحس ايزابيل ان العسل بالقشطة كان مع الراجل العجوز احلى بكتير من زميلها فليكس المراهق، وعلشان تطور بقى من خدمة جودتها في العسل بالقشطة بتروح تتفرج على افلام العسل بالقشطة. وبعد كده بيجيلها زبون تاني وبيكون رجل اعمال وبيسألها عن ان هي بتشتغل ايه، فبتكذب ايزابيل وبتقوله ان هي عمرها 20 سنة وانها طالبة سنة تانية في الجامعة وبتدرس اداب. وبعد كده بياخدها رجل الاعمال الاوتيل وبيأمرها تعمل معاه كل العسل بالقشطة بجميع الاوضاع، ولما بيخلصوا بيديها فلوس اقل من الفلوس اللي هي كانت طالباها، وبيقول لها انت ما تستاهليش اكتر من كده. فبتتعصب ايزابيل وبتطلع من المكان وهي غضبانه. وقبل ما ترجع ايزابيل للبيت بتكلم زبونها اللي قادم، وبعد كده تقول له ان هي فاضيه، بس بتطلب بقى المره دي الفلوس قبل ما تقدم الخدمه لاي زبون، خدمه العسل بالقشطه زي ما انتوا فاهمين. وفي يوم من الايام بتكون ايزابيل وعيلتها بيحضروا مسرحيه، وفي اللحظه دي بتلمح ايزابيل زبونها الاول جورج مع بنته، فبتحاول ايزابيل انها تخفي نفسها عن انظاره علشان ما يشوفهاش مع اهلها ويحكي لهم عن اللي بنتهم بتعمله. بس الاتنين بعد انتهاء المسرحية بيشوفوا بعضهم، وبيكون جورج خايف من ايزابيل انها هتقول لبنته عن اللي هو بيعمله، فبياخد بنته وبيطلع من المكان بسرعة. وبعدها بشوية بيبعت لها جورج رسالة كاتب لها فيها رقم الشقة اللي في الاوتيل علشان يتقابلوا فيها تاني، فبتروح لايزابيل وهناك وهما الاتنين بيعملوا العسل بالزبادي، بس بقى بيكون في قوة في الاداء وكأنه مش هيعمل العسل بالقشطة مرة تانية. وبيكون جورج بيدفع لها فلوس كتير، وده الشيء اللي هي بتحبه في ايزابيل قوي. وفي مرة تانية هما الاتنين بيتقابلوا مع بعض، وفي المرة دي بيحكي لها جورج لأول مرة عن بنته. وقبل ما يعملوا العسل بالقشطة فجأة جورج بتجيله سكتة قلبية وبيموت، وبتحاول ايزابيل تنقذه ولكنه خلاص بيبقى فارق الحياة، وبتروح عشان تجيب له ادوية بس بتتزحلق على الارض وبتتخبط في راسها. وفي الاخر ايزابيل بتقرر ان هي تطلع وتسيبه لوحده، وبعد فترة بتعمل الشرطة استدعاء لأم ايزابيل وبيحكوا لها ان بنتها مشتبه فيها في قضية موت جورج، لان الكاميرات رصدتها وهي بتدخل لشقة جورج قبل وفاته بفترة قصيرة. وبتاخد الام الشرطة لغرفة ايزابيل علشان يحققوا اكتر، وهناك بيكتشفوا ان ايزابيل بتشتغل فتاة لي وعملت مبلغ مالي بسبب كده. ولما بترجع ايزابيل للبيت بتحكي لها امها بانها بتعرف كل شيء بتعمله ايزابيل، وبتفقد الام السيطرة على نفسها وبتبدأ تضرب ايزابيل. بس في الاخر الام بتمسك نفسها وبتطلب من بنتها انها توعدها انها تترك الشغل ده. وبعد شوية وقت بنشوف راجل بدأ يتقرب من ايزابيل وبيعطيها رقمه علشان تجيله الشقة، بس ايزابيل بترفض. وعلشان الام تساعد بنتها ان هي تتعافى نفسيا من اللي حصل لها بتنظم لها جلسات علاج نفسي مع طبيب نفسي. وبعد ما ايزابيل بتترك شغلها كفتاة ليل بتبدأ تشتغل كمربية اطفال وبتعيش حياة طبيعية جدا. وبترجع ايزابيل البيت وبتقعد مع جوز امها وبتقعد تتدلع معاه، فلما امها بتشوفهم بتقول لهم وقفوا اللي انتوا بتعملوه ده. وبتشوف ايزابيل
إيزابيل بتعترف أثناء جلسات العلاج النفسي إن جورج كان لطيف معاها جدا وإنها كانت بتحبه وإنها كمان قضت أجمل أيام معاه وبتتمنى إنه يرجع تاني. وبعد انتهاء الجلسة بتروح لعند صاحبتها كلير اللي بتكون قاعدة بتعيط، والسبب إنها أول تجربة عسل بالقشطة مع حبيبها كانت سيئة جدا ومعجبتهاش. وبتحكي برضو ان حبيبها هيروح على الحفلة وكلير برضو معزومة على الحفلة، فإيزابيل بتوعدها ان هي هتكون معاها في الحفلة ومش هتسيبها. وفي الحفلة بتتعرف إيزابيل على شاب صغير اسمه أليكس، وبيحكي أليكس بانه عاوز يبوس إيزابيل، فإيزابيل بتخليه يبوسها. ومن اللحظة دي هو بتبدأ علاقة أليكس وإيزابيل، وبيروح يعمل معاها العسل بالقشطة. وفي اللحظة دي برضو بتعمل العسل بالزبادي مع واحد من عمرها. بس فجأة إيزابيل بتطلب من أليكس انهم لازم ينفصلوا، فبيستغرب أليكس لانه ما عملهاش اي حاجة، بس بيكون السبب ورا رغبة انفصال إيزابيل من أليكس انها عايزة ترجع تجرب تاني العسل بالقشطة مع الرجاله الكبار لانها معجبهاش الشباب الصغيرين. وبعد ما بيطلع أليكس من عندها بتركب إيزابيل شريحه سريه في تليفونها وبتشوف كم هائل من الرسائل من الزباين اللي عاوزينها، فبتبتسم إيزابيل ابتسامه شيطانيه لان ده اللي كانت عاوزاه من الاول. وبتختار إيزابيل واحد من زباينها علشان تشوفه، وبشكل غير متوقع بتكون الزبونة هي أرملة المرحوم جورج، وبتكون لقت رقم إيزابيل في كتاب من كتب جوزها الله يرحمه اللي هو الحاج جورج. وبتحكي بأنها كل اللي عايزة تشوفه هي إنها تشوف الغرفة اللي كان فيها جورج قبل ما يموت، وبرضه كانت عاوزة تشوف البنت اللي كانت معاه قبل ما يموت. ومراته بتقول لإيزابيل إن هي مش ملامة جوزها على اللي عمله لأن جورج كان بيشوف بنات ليل كتير جدا. فبتروح إيزابيل ومراته للغرفة اللي مات فيها جورج، وبتدفع مراته لإيزابيل 300 يورو، وبتطلب من إيزابيل إنها تخلع ثيابها وتمدد معاها على السرير. وبتصحى إيزابيل الصبح في نفس الغرفة وبتبص من الشباك اللي بيدخل نور الغرفة، وبتكون مستغربة من كل اللي بيحصل حواليها. وبيخلص فيلمنا على كده.